الاحتفال بافتتاح برج القاهرة السياحي، أعلى برج في العالم، إذ يبلغ طوله 187 مترا بزيادة 42 مترا على ارتفاع الهرم الأكبر. نسر الجمهورية المصنوع من النحاس الأحمر يبرز على الواجهة بارتفاع 8 أمتار، ويكسو الجدار الداخلي للبرج الشبكي الشكل، ويمكن من أعلى البرج السياحي الذي يشق عنان السماء مشاهدة جميع معالم القاهرة. وبواسطة أجهزة البانوراما، وهي أحدث الأجهزة من نوعها في العالم، يمكن للسياح التعرف على أجمل مناظر القاهرة الحديثة ومعالم الفن على مر التاريخ في عاصمتنا العريقة. وقد أناب السيد الرئيس جمال عبد الناصر السيد كمال الدين حسين رئيس المجلس التنفيذي للإقليم الجنوبي لافتتاح برج القاهرة، وقد وصل سيادته وبصحبته السيد صلاح الدسوقي محافظ القاهرة، واستقبل نائب الرئيس عند وصوله السيد صلاح مصر والسيد رشاد مراد مدير مصلحة السياحة. وفي القاعة الشرقية كان الوزراء وكبار الشخصيات في انتظار وصول نائب الرئيس. وألقى مدير البرج كلمة ترحيب، ثم ألقى السيد رشاد مراد مدير السياحة كلمة عن دور البرج في تنشيط السياحة، وقال إنه يرمز إلى الانطلاق والتحرر اللذان هما شعار الجمهورية العربية المتحدة منذ قيامها. ثم طاف السيد نائب الرئيس والمدعوون بواجهات البرج التي اشتركت فيها مختلف الوزارات والمصالح الحكومية والشركات الأهلية بمعروضاتها. وطلب سيادته من المشرفين عليها أن تغير المعروضات بصفة دورية ليطلع الأجانب والسياح على مختلف نواحي التقدم الصناعي والتجاري والزراعي في البلاد. وبعد ذلك قص سيادته الشريط الحريري إذانا بافتتاح برج القاهرة، ثم أزاح الستار عن اللوحة التذكارية. وشاهد سيادته والمدعوون اللوحات التي زين بها بهو المدخل والتي تمثل الحياة الشعبية بالجمهورية العربية. إن برج القاهرة هو أكبر حدث سياحي في نهضتنا الحديثة.